وبرغم جهود مصر المتواصلة لإحياء عملية السلام ولتحقيق الوفاق الفلسطيني، فإننا نتعرض لحملات مكشوفة من قوى عربية وإقليمية لم تقدم يوما ما قدمته مصر لفلسطين وشعبها. لم تقدم يوما ما قدمته مصر لفلسطين وشعبها، وتكتفي بالمزايرة بالقضية الفلسطينية والمتاجرة بمعاناة الفلسطينيين. إن مصر لا تقبل الضغوط أو الابتزاز، ولا تسمح بالفوضى على حدودها أو بالإرهاب والتخريب على أرضها. لدينا من المعلومات الموثقة الكثير، والذين يقومون بهذه الحملات وينظمون مهرجانات الخطابة للهجوم على مصر في دولة شقيقة بيوتهم من زجاج، ولو شئنا لرددنا لهم الصاع صاعين، لكننا نترفع عن الصغائر. إننا قد نصبر على حملات التشهير والتطاول، ولكن ما لا نقبله ولن نقبله هو الاستهانة بحدودنا أو استباحة أرضنا أو استهداف جنودنا ومنشآتنا. إن الإنشاءات والتحصينات الهندسية على حدودنا الشرقية عمل من أعمال السيادة المصرية، لا نقبل أي تدخل فيه من جدل مع أحد أيا كان، أو أن ينازعنا فيه أحد كائنا من كان. إنه حق مصر الدولة، بل وواجبها ومسؤوليتها، وهو الحق المكفول لكل الدول في السيطرة على حدودها وتأمينها وممارسة حقوق سيادتها تجاه العدو والصديق والشقيق على حد سواء. يقولون إن ما حدث في العريش وفي رفح سحابة صيف، وأقول لهم: ما أكثر سحابات الصيف في تعاملكم معنا. وأقول لهم: ما أكثر سحابات الصيف في تعاملكم معنا، وما أكثر ما نلاقيه منكم من مراوغة ومماطلات وأقوال لا تصدقها الأفعال، وتصريحات ومواقف متضاربة ترفع شعارات المقاومة وتعارض السلام، فلا هم قاوموا ولا سلاما صنعوا. لقد رفضت أن تنضم مصر للاتفاق الأمني بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في عهد الإدارة الأمريكية السابقة، وبعد العدوان على غزة العام الماضي، ونحن ماضون في استكمال الإنشاءات والتحصينات الهندسية على حدودنا، ليس إرضاء لأحد، وإنما حماية لأمننا القومي من اختراقات نعلمها وأعمال إرهابية كالتي وقعت في طابة وشرم الشيخ ودهب والقاهرة، واستهدفت مصر في أمنها وأرواح وأرزاق أبنائها. إننا لن نضيق ذرعا بما تحملناه ونتحمله من أجل القضية الفلسطينية وقضايا أمتنا، لكنني أقول أن أولوياتنا ستظل لمصر أولا وقبل أي شيء وكل شيء آخر. أقول أن أولوياتنا ستظل لمصر أولا وقبل أي شيء
وكل شيء آخر في حدودها وأرضها وسيادتها وأمنها ومصالح ومقدرات شعبها.